ازيكم يا شباب؟ والله اشتقنا، اقسم بالله وحشتوني جدا 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 جدا. بقالي كتير ما بنزلش على القناه دي، وانا بصراحه ماليش عذر قوي غير اني كنت محتاج افصل شويه في رمضان. كنت حابب اخد شويه راحه واركز على حاجات تانية، بس دلوقتي رجعنا اهو الحمد لله، وان شاء الله هنزل عليها بانتظام. دلوقتي معانا قصه مرعبه دمويه عن سفاح بتتخطف حبيبته العروسه اللي مقتنع انها حقيقيه. ما علينا، نخش فيه على طول، مش عايز اطول، يلا بينا. قابله معايا ادوين. في الظاهر هو مجرد راجل هادي بيحاول يعيش حياة طبيعية، منطوي على نفسه، ما بيحبش المشاكل، وحتى مرتبط وبيحب. كل ده في الظاهر. الحقيقة ادوين مش طبيعي، ده كان قاتل زمان، سفاح سادي، ودلوقتي في حد خطف مراته. المشكلة الوحيدة ان مراته دي مش حقيقية، دي عروسة بلاستيك، والناس اللي خطفوها فاكرين ان الموضوع هزار، بس هم ما يعرفوش انهم اطلقوا السراح لوحش هيدمر كل حاجة في طريقه. في مكان ما في ركنة العربيات في اتنين عايشين اللحظة، وانا قاصد الكلمة فعلا. ادوين بيقول لحبيبته ما تقلقش من امه لانها نايمة. بعد ما خلصوا قال لها انه محتاج ينضفها، بس فرشة التواليت اللي بيستخدمها دابت، فلازم يروح المحل يجيب واحدة جديدة. وهناك اقترح انهم يجيبوا دوناتس. قال لنفسه انهم اكيد هيلاقوا في سوبر ماركت بنزينة الغاز. دخل وسأل، والراجل اللي ورا الكاونتر قال له في دوناتس بس مركونة من الصبح، سعرها ارخص شوية، ودي كانت فرصة حلوة جدا بالنسبة له. كان وراه كذا حاجة تانية يجيبها وهو هناك. دوناتس تمام، مية تمام، كبريت ضد الميه تمام، فرشه تنظيف مش تمام قوي. اللي قدامه كانت كبيره وخاف انه يشتريها يزعج بيها حبيبته ويؤلمها. سأل لو في حاجه تانية انعم شويه، بس مفيش. طلب كمان جيركن بنزين 5 جالون، ولما جه يحاسب الراجل سأله ورق ولا بلاستيك. اول ما سمع كلمه بلاستيك اتصدم، بيبص للراجل في دهشه وبيقول له نعم، بس الراجل كان قصده عايز كيس ورق ولا بلاستيك عشان يحط له فيه الحاجه. ليه اتوتر قوي كده من السؤال؟ حاجه غريبه، اكن عنده هوس غريب بالبلاستيك. بره كان في 3 رجاله محوطين حبيبته. واحد منهم قال ان شكلها تشفط البقع من على لوح الخشب، تقريبا ده مصطلح جنسي قذر لانها عروسه معموله اصلا عشان اغراض جنسيه. ما علينا. هنا فجاه ادوين بيلبس واحد فيهم كيس في دماغه، وفي نفس الوقت بيلقي بحمله كله على واحد تاني من صحابه، وبيكسر رجله نصين. بعدها ادوين بيلف الاولاني من راسه وبيخبطه في التالت، بيفتح له وشه وسط بركه من الدماء. الراجل بيصرخ فيه يا منحرف، دي عروسه بلاستيك، كسرت لي رجلي علشانها. ادوين بيبص له بغضب وهو بيخلص على الراجل المقطع. بلاستيك؟ اياك تقلل من حبيبتي. واحد منهم بيطلع المسدس ولسه هيطلق عليه الرصاص. ادوين بيتصرف بسرعه، بيفعص ايد الراجل في الشباك وبيفرتكها، بيهشمها وكانها ولا حاجه، بيعجزه بشكل تام. بعديها بيخبط راسه في الشباك وبيخلع ودانه من راسه. في الاخر بيمسك الراجل وبيحط كيس في راسه وبينزل عليه ضرب، وهو بيقول له انا كنت عايز الناس تسيبنا في حالنا. بيدب فرشه التواليت الجديده في جمجمته وخلاه يبلعها كلها تقريبا وهو بينزف من بقه، وبيصدر اصوات الم بتخلي ادوين مصمم اكتر انه يقتله. بعد ما بيخلص بيقوم بمنتهى الهدوء وبيقول فيرجينيا انا اسف يا حبيبتي، اعصابي فلتت مني. بيبص للمجموعه وبيقول اسف يا جماعه، ما كنتش اقصد. كانه بقى شخص تاني خالص. بيركب عربيته وبيعتذر لحبيبته، بس هي مش فارق معاها، بصه قدام وسط توسلاته انها تصالحه، وبيقول لها مش هيكرر كده تاني. بعد فتره بنروح لبيت الشاب اللي اتضرب ده، بيحكي لابوه اللي حصل ليه هو واصحابه. باين ان ابوه رئيس عصابه، ده غير انه شكله بيكرهه اصلا، بس في الاخر ده ابنه وما ينفعش يسيب اللي حصل ده يعدي كده. في مكان ما عند البحيره ادوين وحبيبته بيتفرجوا على الغروب، بيخططوا لسفريه لايطاليا، والاتنين بيحبوا بعض. فجاه ومن غير مقدمات ادوين بياخد خبطه في راسه بتفقده الوعي. بيصحى بيلاقي نفسه قدام راجلين بيذلوه، واحد منهم باين عليه ظابط. بيبدا يفحص بعينيه شكل المكان اللي هو فيه، بيعلمه بعلامات مميزه. بعدها قعد يترجاهم يسيبوها، بس في اللحظه دي واحد منهم قرر يعمل حاجه عمره ما هيقدر يسامحه عليها. بيرفع جيبتها وبيبص تحتها، بيكشف جسم حبيبته، والتاني بيمسك رجلها وبيلحسها. بيعلم الظابط وبيعرف اسمه من اللي مكتوب على قميصه، اسمه توماس، وبيكمل يمسح المكان بعينيه. بيدخل راجل لابس بدله بيعرف نفسه على انه ثاديوس بيلفيو. بيقول لادوين انه بعت 3 شباب للمستشفى امبارح، واحد منهم كان ابنه. بيطلع محفظه من جيب ادوين وبيخرج منها بطاقته وبيقول اسمك فيكتور، اسم جميل. ما يعرفش ان ده اصلا مش اسمه، ودي مجرد بطاقه مزوره. بيقول انه دور وراه برضه، طلع كان جاسوس حكومي لمده 10 سنين، وال10 سنين كلهم معلومات سريه، ومن سنتين فجاه كده اختفى. طبعا ده مش حقيقي. بيكمل الطبيعي اني اقتلك، بس انا محتاج حد بمهارتك.
وفي المقابل هرجع لك فيرجينيا. طبعا ادوين بيوافق بمنتهى السرعه، كل حاجه تهون عشان فيرجينيا. بيصحى في عربيه وبيبقى قدامه ورقه مكتوب عليها بيت براتشيت، لو الشمس طلعت وهم صاحيين فيرجينيا مش هيطلع عليها شمس. عشان خاطر فيرجينيا انا مستعد احرق العالم كله. بيدخل جوه وبيجهز نفسه للي لازم يتعمل، هيذبح العيله اللي في البيت بالكامل. بره في حد مستنيه في العربيه وهو بيكلم المدير وبيبلغه بالوضع، بس فات اكتر من ساعه. هو بيعمل ايه جوه؟ فجاه الراجل ده بيلاحظ عروسه خضرا صغيره في عربيته، وبعدها على طول بيتفاجئ بادوين قاعد في الكرسي اللي وراه بنظرات بارده. ادوين بيقول له خلصت، فين فيرجينيا؟ ومين صاحبك ده؟ ادوين بيساله وهو بيشاور على جثه في الكرسي اللي جنبه في رصاصه في راسها. السايق بيقول له ده كان مجرد راجل تاني وقف في طريق الزعيم، ما اكدبش عليك ما كنتش متوقع انك هتظهر ورايا بالشكل ده. كنت عايز اقتلك واصور المشهد كانه خناقه وضرب نار بينك وبين الراجل المقتول ده. انا محترف في الحاجات دي، بقفل الخيوط المفتوحه. هنا ادوين بدون اي كلمه بيطلع المنشار اللي ارتكب بيه مسبحه جوه البيت وبيبدا يجز رقبه السائق، والدماء بتتناثر في كل مكان لغايه ما بيفصل راسه عن جسمه. بعد ما بيخلص بيعتذر للراجل اللي قاعد على الكرسي اللي اسمه لاكوري وبيقول له انه اسف انه اضطر يشوف كده. بيحكي له عن فيرجينيا والوضع اللي هو فيه. بنلاقي انه متصاب اصابه قويه جدا في جنبه، وبيقول بسيطه شويه ورق بلاستيك هيصلحوا الموضوع. بيتخيل الشخص اللي جنبه لاكوري بيقول له انه عايز يساعده يرجعها، وادوين طبعا كان طاير من الفرحه. بيسحل جثه الراجل وبيحط راسه في كيس زي بلوك. بيكلم لاكوري وبيقول له المكان اللي حابسين فيه فيرجينيا كان مخزن. انت صح، بس بعد اذنك صوتك ما يبقاش عالي، ماما نايمه ورا. حرفيا بيكلم نفسه وبيتخيل ان لاكوري بيرد عليه بصوت عالي وبيقول له ماما نايمه ورا والكلام ده. بيقعد يفتكر تفاصيل المكان. ساعتها سمع مروحه طياره ويافطه مكتوب عليها حرف بي، والبيت كان على الميه كانه منزل معمول على الميه، بيت مراكب. كل الخيوط اتجمعت. بيرمي الراس اللي في الكيس ورا وبيتحرك. في الوقت اللي الصاحبين الجداد بيدوروا فيه يمين وشمال على المكان بيت المراكب ده، ثاديوس بيلفي وبيبارك للراجل بتاعه انه بقى الشريف المأمور الجديد. بس للاسف الشريف عنده خبر وحش، بصمات ادوين مش مطابقه للبطاقه اللي لقوها معاه. لسه مش عارفين هويه ادوين الحقيقيه. ثاديوس كان بيشتعل غضبا، قال له مش مهم التمن ايه، جيب لي اسم الراجل ده. وبعد ما ادوين لقى المكان اللي كان مربوط فيه، لقى الكل اختفى. المكان فاضي، لا في ثاديوس ولا حب عمره فيرجينيا ولا اي حد. حس بالبؤس وقعد يقول لنفسه ليه الناس مش عايزه تسيبنا في حالنا. حلف انه لما يخلص على الرجاله دول محدش هيضايقهم تاني ابدا. بعدها لقى دونات في الزباله مدوده عليها دود، وكان مبسوط جدا بيها. هو بيعشق الدوناتس وبيعزم كمان على لاكروس. بعديها بيروحوا المكان تاني بتاع دوناتس وبيقابلوا شابه لطيفه شبه فيرجينيا، كان ذوق جدا معاها وهي كمان. قعدوا يدردشوا عن حبهم للدوناتس. قالت له ياخد شوكه بلاستيك، اتوتر تاني. قالت له ياخد اللي هو عايزه، فاخد العلبه كلها اللي مليانه شوك بلاستيك وهو فرحان. الصاحبين الجداد كانوا بياكلوا الدوناتس في العربيه لما ادوين لمحه الشريف اللي كان موجود اثناء خطفه، الشريف اللي لحس رجل حبيبته. الشريف دخل المحل. البنت خافت بشكل غريب. هناك بدأ يتحرش بيها، يقول لها انه عارف انها هتقبل لوحدها النهارده، عايز يعزمها على حاجه، بس هي ما كانتش مهتمه. وكل ما ترفضه كل ما يتغاظ اكتر ويقول لها انا الشريف دلوقتي، محدش يعرف يقرب مني. بيهجم عليها وبيمسك دراعها. في يوم من الايام مش هسألك بالذوق، هيبقى بالعافيه. فاكر نفسه طبعا ان محدش هيقرب منه بسبب ترقيته الجديده. في اللحظه دي بيلاقي عروسه خضراء صغيره على عربيته. بيقول ايه القرف ده؟ بيرميها. ايه اللي جرى للناس؟ بقوا غراب جدا. الشريف الجديد كان هيفرقع من الغيظ لان البنت رفضته، بس من حظه ومن سوء حظها بتظهر بنت تانية قدام كشافات عربيته. بنت عاديه واقفه على جانب الطريق بتطلب توصيله، وطبعا وافق وهو فرحان، وفورا بدأ يتحرش بيها اول ما الباب اتقفل عليهم. عرض عليها دونات وقال لها باسلوب مقزز اراهن ان دي مش الحاجه الوحيده اللي تحبي تحشيها في بقك. وده كان كفايه بالنسبه لها انها تخاف. طلبت تنزل من العربيه. بيسدد لها لكمه قويه بيفقدها الوعي على الفور، ولما صحيت ما كانتش شايفه غير سواد. حست بحاجه بتتحرك على رجلها. قعدت تترجاه يتوقف، بس هو ما كانش سامع. بيقطع قميصها بالبطيء، بيفك حزامه وبنطلونه، بيمسكها من ايديها وبيعصر ايديها بقوه وهو بيقول لها بتطلبي توصيله في طريق ضلمه ولوحدك ولابسه كده، انت اللي جبتيه لنفسك.
بس في اللحظة دي بيلاقي عروسة خضرة صغيرة تانية على شباكه. بيتفاجئ بإدوين بيصرخ: انت لحست فيرجينيا بلسانك، ما اقدرش اغفرلك، مش هنسى اللي عملته ابدا. بيبدأ يجز رقبة الشريف وهو بيصرخ في ألم. بيقتل الضابط المتحرش. الضحية اللي كان هيتحمرش بيها قعدت في صمت مصدومة من اللي هي شايفاه، بتغرق في دم الضابط. لما خلص مسك لسان الراجل ودبه في التابلو بشوكة بلاستيك. بعدها حاول يستخدم الكمبيوتر بتاعه بس بيلاقي نفسه ما بيعرفش يستخدمه. هنا البنت بتقوله انها ممكن تساعده بس محتاجة تتفك. فكها وهو فرحان جدا. بعدها في بيت ثاديوس بيبص من الشباك بيلاقي أسوأ حاجة ممكن يتخيلها بتظهر قدام بيته. راس الشريف بتترمي قدامه وهو بيصرخ انه لازم يقتل ادوين. في عربية ادوين كان بيفتكر ازاي قابل فيرجينيا اونلاين وقال انها انقذته. البنت سألته من ايه، رد عليها بحزن: من غريزة الدم اللي جوايا. سألته كمان عن الراجل الميت التاني، هل هو كمان اذى فيرجينيا؟ ادوين بيقول لها: لا، ده لاكوري، هو للاسف اتحشر في الحكاية دي برضه. بيبص لها بابتسامة غريبة وهو بيقول لها زي كده بالظبط. فالبنت بتترعب وبتبدأ تنهار بس هو بيطمنها: قصدي انك بتساعديني ارجع فيرجينيا يا هبلة، هو انت خايفة مني ولا ايه؟ بيركن العربية وكان هينزل البنت بس هي بجنان طلبت تفضل معاه وتساعده يرجع فيرجينيا. طلع هي كمان عقلها ضارب زيه. في القسم ثاديوس بيخش وبيرمي راس الشريف على الترابيزة وسط صدمة الضباط. بيصرخ فيهم: عايز كل اللي عندهم معلومات عن القاتل المتسلسل ده يتكلم. بس للأسف محدش يعرف عنه حاجة، كأن الراجل ملوش وجود. واحد من الضباط بيقول انه عارف اسلوب القاتل ده. كان في راجل في التلفزيون زمان كان بيقطع رؤوس الناس ويحطها في اكياس بسوسته، اكياس زيبلوك. عمرهم ما مسكوه وحتى الاف بي اي فشلوا يمسكوه. ومن 10 سنين كده الجرايم وقفت فجأة. في العربية عرفوا نفسهم لبعض. البنت طلع اسمها جوين بس هو كان تعبان ومحتاج يرتاح. قال لها: ما تخافيش، لاكوري هيراقب الطريق وامي كمان هتراقبه. بتبص وراها في دهشة وبتقول: فين امه دي؟ بالليل بيوصلوا البيت حددوه من اللابتوب بالشرطة. بيدي لجوين المفاتيح كلها وبيقول لها ما تجيش وراه جوه. رجالة ثاديوس كانوا بيلعبوا كوتشينة وبيشربوا. هنا فجأة النور بيقطع، واحد ورا التاني بيتخطفوا بدقة مرعبة وبيتذبحوا بأبشع الطرق الممكنة لحد ما ادوين بقى لوحده مع آخر واحد. بيبصله بغضب وبيقول له: كان المفروض تسيبنا في حالنا. بيضربوا ضربة قوية بتفقده الوعي. بعدها صحي الراجل وهو مربوط على ترابيزة، كل رؤوس صحابه جنبه في أكياس بلاستيك ومكتوب عليها وصفهم. بيصرخ، بيطلب المساعدة. ادوين قاعد قدامه في هدوء بيسمعه وهو بيترجاه يسيبه يعيش. بيسأله بمنتهى الهدوء: فين فيرجينيا؟ الراجل بيصرخ في ألم وبيردد: سبتها مع تادي. ادوين بيكمل في غضب: لمستها؟ الراجل بيصرخ: لا، لمستها بس لما نقلناها. ادوين بيقول له: يبقى العين بالعين. قصده ايه؟ بيقرب منه بغل وبيقول له: انت بصيت تحت جيبة فيرجينيا وده شيء ما يتسكتش عليه. بس هنا الراجل غلط غلطة عمره. كان ادوين ناوي ياخد منه عينه بس، لغاية ما الراجل وصف فيرجينيا انها مجرد عروسة. ادوين بيصرخ: عروسة؟ بيمسك الشوكة البلاستيك وبيبدأ يطعنه في عينه مرة ورا التانية. بيطلع عينه من جمجمته وبيفضل مكمل لغاية ما بيلفظ أنفاسه الأخيرة. وفي نص نوبة الغضب الدموية دي جوين بتدخل وبتشوف كل حاجة، وعلى عكس أي حد طبيعي جوين بتقول له إنها فاهماه. بيقول لجوين إنها لازم تمشي لأن الموضوع بقى خطر عليها، بس هي ترجته. وبعد ما استشار لاكوري وأمه بيوافق تكمل معاه بس بشرط تسمع كلامه في كل حاجة. طبعا هي بتوافق. دلوقتي جه وقت المرحلة الأخيرة من الخطة. في بيت ثاديوس تليفونه بيرن، ابنه بيرد ولسه هيزعق في ابنه بيسمع صوته فجأة: أنا عايز فيرجينيا، ابنك معايا، مستنيك في بيت المراكب اللي خطفتوني فيه أول مرة، قدامك ساعتين وهقتله. بيستنى شوية وبيبدأ يجهز اللمسات الأخيرة. وهو بيجهز آخر خطة ليه عربية ثاديوس بتوصل، كل حاجة في مكانها. بيبص لثاديوس وبيقول له: فين فيرجينيا؟ الاتنين بيبصوا لبعض لآخر مرة وهنا ثاديوس بيدي الأمر: هاتوها. وأخيرا بتظهر حبيبته. ادوين بيطير من الفرحة. بيطلب منه يديله البنت وياخد ابنه. بسيطة، بس لازم ثاديوس هو اللي يسلم العروسة بإيده مش واحد من رجالته. طبعا ثاديوس بيوافق عشان خايف على ابنه. ادوين بياخد فيرجينيا وثاديوس بياخد ابنه. بس هو ماشي بيلتفت وبيبص لادوين وبيقول له انه عايز يشكره لانه وراه كل نقاط ضعفه وخلص له على رجالته الضعيفة وخلى قطيعه قوي تاني. قال له انه بيحترمه. وفي نص الكلام ادوين بيدي اشارة لجوين اللي كانت مستخبية تحت. بعدها بيكمل: خسارة اني مش هقدر اسيبك تعيش، كان ممكن تكون موهبة قيمة ليا. اول ما بيخلص كلامه ادوين بيولع كبريت من ايده وبيرميه تحت. البيت بيولع بالكامل. ادوين على طول بياخد حبيبته، بيحاول يهرب بس للاسف رصاصة بتطير وبتصيب ادوين وفيرجينيا. بيفضلوا يبصوا لبعض في حب. ادوين بيحس بالحزن. جوين ساعتها فقدت صبرها، اتجننت، قعدت تضرب
ضرب نار بالمسدس بتاعها في جنان، وهي بتصرخ لرجاله ثاديوس انهم يموتوا. الكل هرب. جوين على طول بتساعد ادوين وحبيبته يركبوا المركب. في البحيره ادوين قاعد يترجى حبيبته وما تسيبوش، وبعد ما وصلوا جوين حاولت تعالجه، بس للاسف المره دي البلاستيك مش هينفع، لازم يروح المستشفى. بس ادوين عارف ان الاوان فات، هو وفيرجينيا مش هيكملوا. جوين كانت بتعيط بحرقه، بتقول له ما يقولش كده، بس ادوين هداها. خلاص انتهت. قالت له ما تموتش، انت الشخص الوحيد اللي احترمتني، ما اقدرش اعيش وانا عارف ان فيرجينيا هتموت. جوين بتصرخ فيه بغضب، يعني هتسيب ابن كذا ده يكسب؟ ادوين بيرد لا يا جوين، انا ما قلتش كده، هو اذى فيرجينيا ومحدش يؤذي فيرجينيا حبيبتي. بعدها ودعوا بعض لاخر مره، وادوين اداها كل ممتلكاته وقال لها تخلي بالها العالم مليان ناس مش كويسه. حضنته وقالت له انها مش هتنساه ابدا، لا هو ولا فيرجينيا ولا لاكوري. شكرته انه انقذها وجري بعيد. دلوقتي مفيش غير لاكوري وهو وفيرجينيا وامه تاني. بيطلع حاجه من شنطه العربيه وبيحطها على الدكه جنبه، كانت راس امه في كيس بلاستيك زيبلوك، والاربعه بيبصوا للغروب لاخر مره. ادوين عارف اللي لازم يتعمل. في بيت بيلفيو ثاديوس وابنه بيعوضوا السنين اللي فاتت، لان ثاديوس كان شخص سيء. اخيرا بقوا اب وابن بجد. فجاه بيسمعوا صوت انفجار ضخم، وبيتفاجئوا بادوين بيقتحم المكان بعربيته وجنبه حبيبته، بيدمر البيت بالكامل بكل اللي فيه. بيحصل انفجار ضخم بياكل كل حاجه. المشهد ساعتها بياخدنا للكرسي اللي قاعد فيه لاكوري وراس امه، وفجاه شوكه بلاستيك بتخترق راس لاكوري وبتسقطه على الارض. بنشوف جوين بتوقف عربيه توصلها وبتعرف نفسها باسم فيرجينيا حبيبه ادوين، وبتنتهي القصه على كده. يا اخوانا دول الخمس اعداد اللي نزلوا للقصه دي، والقصه خلصت على كده. بعديها نزلوا اعداد تانية بيحكوا فيها بقى الاوريجين ستوري بتاعت ادوين، يعني قصته وهو طفل وليه اتعلق بالبلاستيكات بالطريقه دي، وازاي اتجنن، ورحلته في القتل، واول واحد قتله وقتله ليه، وايه اللي حصل لامه. لو حابب ان انا احكي لك القصه دي قول لي في الكومنتات. كالعاده ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع لان لسه حبيت الفيديو ده وحابب المحتوى. وبيس.